أهلا بكم مشاهدينا الكرام، سعيد بلقياكم في هذه النشرة الإخبارية، وهذا أبرز عنوانها: الموت يهز المغاربة هذا الصباح. قبل ما ندخل في التفاصيل المحزنة والمفجعة لجميع المغاربة، ما تنسوش الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة باش توصلوا بجديد أخبار المغرب. إليكم التفاصيل. توفي في الساعة الأولى من صباح يوم الاثنين الفنان الكوميدي المغربي عبد الرحيم التونسي الشهير بلقب عبد الرؤوف عن عمر ناهز 86 عاما في منزله بمدينة الدار البيضاء. وأكد حسان نجل الراحل عبد الرؤوف في اتصال هاتفي خبر وفاة والده بعد صراع طويل مع المرض نتيجة تقدمه في العمر، والذي تسبب في حرمانه من ممارسة أنشطته الفنية واليومية لعدة سنوات. وكان الراحل عبد الرؤوف قد رقد لعدة أيام في قسم مرضى القلب في مستشفى الشيخ زايد بمدينة الدار البيضاء في أكتوبر الماضي بسبب معاناته من ضيق في التنفس. يشار إلى أن الفنان عبد الرؤوف كشف في حوار سابق أنه حرم من مزاولة بعض أنشطته اليومية مثل الخروج إلى الشارع بسبب فقدانه للبصر بشكل كلي، مشيرا إلى أن وقته يمر بمشاركته مع أفراد أسرته وأصدقائه الذين يقومون بزيارته للإطمئنان عليه. يذكر أن عبد الرحيم التونسي المشهور بلقب عبد الرؤوف من مواليد عام 1936 بدأ أولى خطواته على خشبة المسرح بداية الستينيات، حيث اشتهر الفكاهي الشاب حينها بلباسه الفضفاض المميز وبمظهره الطفولي. إنا لله وإنا إليه راجعون. شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان الله.